اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هتبقى تاني حلقه في سلسله شرح السي شارب من الصفر للاحتراف. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانستليشن، البرنامج اللي احنا هنستخدمه ان شاء الله في بقيه الكورس اللي هو فيجوال ستوديو. وهنتكلم النهارده هندخل في السينتاكس، وهنبدا ان شاء الله في السينتاكس بس بعد ما ننزل البرنامج واوريكم هننزله ازاي وهنعمل فيه ايه. اتكلمنا المره اللي فاتت طبعا عن حاجات اساسيه، طبعا شويه مفاهيم. لما اتفرجتش عليهم طبعا روح اتفرج عليهم، تعالى الفيديو ده. قول بسم الله نخش. تمام، اول حاجه هسيب لكم اللينك اللي ننزل منه الفيجوال ستوديو. فيجوال ستوديو هننزل ان شاء الله 2017. ليه؟ لان هو اسهل والتعامل معاه احسن بكتير. في قدامك كذا حاجه لو انت عايز تنزل في 2017 2013 2015، ممكن كمان 2019، بس ابعد عن 2022. اول حاجه تيجي هنا تدوس داونلود. بعد ما تدوس داونلود هينزل اكستنشن صغير، برنامج صغير ما يتعداش ال 100 ميجا. بعد كده هتختار منه هتنزل ايه. هنا هتختار منه هتنزل ايه. الفيجوال ستوديو ده احسن برنامج للبرمجة في تطبيقات، يعني لو عايز تشتغل منه تطبيقات موبايل، تطبيقات سي شارب، تطبيقات سي بلس بلس، ده طبعا كله هوريك الاختيارات اللي تختارها ايه. تمام، انا دلوقتي في صفحة W3 Schools. لو دخلنا هنا يقول لك بص، الاختيار ده هو اللي انت هتختاره، وهي والدوت نت دول كلهم. تمام، لما انت تختار دي ايه ودول ايه. دي البرمجة بالسي شارب، دي البرمجة بالسي بلس بلس، دي الموبايل ديفلوبمنت ويز نت دوت نت، ده الموبايل ديفلوبمنت والسي بلس بلس، وده الاي اس بي دوت نت. طبعا حاجة ملناش دعوة بيها، كله ملناش دعوة بيه. انت قدامك اختيارين تختار ده، ولو ان شاء الله ناوي تكمل معايا في كل حاجة انا كمان داتا اس كيو ال، فانت احسن لك كمان تختار اختيار من تحت بتاع الداتابيز اس كيو ال. هتختار الاتنين يبقى 3 جيجا دي لوحدها، التانية كمان هيبقى حوالي 6 جيجا هتنزلهم. وهتعمل سيت اب، برنامج سهل مفهوش حاجة، وان شاء الله نبقى مع بعض. هو طبعا هنا كان شغال على 2019، انا بنصحك ب 2017 علشان الواجهة بتاعته ما تبقاش مختلفة عن الواجهة اللي انا بستخدمها وما تتوهش مننا كتير. طبعا بعد ما تنزل البرنامج هنخش على البرنامج ونشوف هنشغله ازاي. اهلا بيكم، كده دخلنا على البرنامج، وكده احنا تقريبا هنكمل بقية الكورس هنا في البرنامج ده. تمام، كل طبعا هتيجي هنا تدوس create new project. تمام، اول ما هتفتح هنا هتاخد بالك من حاجات كتير قوي انت مش فاهمها هي ايه. نبدأ اول حاجة بالاسم والسولوشن. السولوشن يقدر يشيل كذا بروجرام، السولوشن يقدر يشيل كذا بروجرام. هنا مثلا نخليها ايه start مثلا 1، والكونسول اب امسح دي واكتب hello world. تمام، وطبعا دايما هنا هنختار الكونسول. ايه الكونسول ده؟ هو برنامج حاجة بسيطة، طبعا انت شفت الشاشة دي قبل كده، بس احنا علشان ما دخلكش في جرافيكس وحاجات كتيرة والكمبيوتر عندك ياخد وقت في الريندر، فالكونسول ده افضل حاجة تتمرن فيها بالنسبة لان هي خفيفة وسهلة ومش هتدخلك في حوارات كتير. تمام، دوسنا اوكي، بيعمل بروجكت. تمام، اول ما هتخش هنا طبعا تلاقي حاجات كتير انت مش فاهم منها حاجة، ان شاء الله هنتعرف عليهم واحدة واحدة. لو جينا هنا ده على الوورد اللي احنا عملناه، ده السولوشن اللي انا قلت لك السولوشن ممكن يشيل كذا بروجرام. تمام، لو جينا هنا بروبرتيز وجيت هنا هتلاقي ايه ده. طبعا انت مش عارف ايه ده. دي اولا ملفات الميتا او الميتا داتا،
الخاصة بالبرنامج اللي احنا بنعمله ده. بص الاسم هنا اهو، كوبي رايت، امتى، معلومات كتير جدا، ولما بنكمل هنا بتتكمل. طبعا الريفرنسز، الاب كونسنج، وبعد كده البروجرام اللي احنا بنعمله. فهو دول عشان ما يتقلقش. تمام. لازم ناخد بالنا ان C# intelligent language يعني ايه؟ حساسة جدا بالنسبة للأرقام والحروف. يعني ايه؟ يعني مثلا لو احنا بدلنا الام دي مثلا بام سمول ام كابيتال، هيقول لك ايه؟ هيقول لك naming rule violation. This words must begin with uppercase character. يعني ايه؟ بيقول لك ان الاسم غلط، في violation. لو عملناها ايه؟ ام كابيتال. تمام، اشتغل كل حاجة. اولا ايه using system، ايه using system dot collection dot generic، ايه using linux. دي الحاجات اللي احنا بنستخدمها في البرنامج، وهو بيبقى لنا هنا بدل ما نكتب using system وusing دول احنا ممكن نكتبهم بنفسنا، لكن لا، هو مختصرهم علينا وجايبهم لنا. طبعا انت لو عايز تصغرهم وتبقى شكلهم كده طبعا. تمام. النهارده طبعا هنخش في السينتاكس ونكتب اول كلمة لينا المعروفة طبعا في مجال البرمجة. نكتب console dot write line، افتح قوسين، افتح جواهم دول. ومعلومة تانية مهمة جدا اللي انت هتعرفها النهاردة، كل سطر برمجي لازم ينتهي بسيمي كولون. تمام. لازمتهم ايه الكوتس دي؟ الكوتس دي لازمتها ايه؟ اولا كل حاجة هنا انت بتكتبها مش في كوتس، بتترجم، بترجع للباينري. زي ما قلت لك ان كل C# ده هو كومبايلر، بيحول الكلام اللي انت بتكتبه لأصفار وحاير علشان الكمبيوتر يفهمهم ويعرف ايه الأوامر دي ويبدأ ينفذهم. لكن لما انت بتكتب له كلمة جوه الكوتس ده، هو بيقول له ما تفهمهاش، خدها زي ما هي كده وثبتها. هنكتب hello world، وهنا نرجع للتسمية اللي انا بقول لك عليها. انت قدامك حلين، يا اما تيجي كل كلمة تخليها كابيتال، وهنا في الحالة دي انت بتتبع مدرسة الباسكال كيس، اللي هي كل كلمة جديدة اكتب قبلها، اكتب الحرف بتاعها كابيتال. او تعمل كيس اول حرف بس هو اللي اسمه من اول كلمة، الباقي كله كابيتال، نسبة لان الكامل بيبقى راسه اقل شوية من السنم بتاعه. يعني مثلا لو كل الحالات تاني كلمة وتالت كلمة ورابع كلمة كلها بتبقى كابيتال، لكن لا، في الباسكال بتبقى اول كلمة كمان كابيتال، وفي الكامل كيس بتبقى اول كلمة مش كابيتال. طب علشان نشغل البروجرام ده كل اللي علينا ان احنا هندوس كنترول F5. طبعا بيرندر، بيجرب. قال لك hello world. طبعا النهارده عرفنا ازاي نسطب الفيجوال ستوديو، عرفنا السينتاكس بتاعه بيتكتب ازاي، عرفنا ان هي intelligent languages، عرفنا ان هي يعني ايه باسكال كيس، يعني ايه كامل كيس، عرفنا ان كل سطر برمجي لازم يبقى اخره سيمي كولوم، لازم دي بجد لازم ما فيهاش. عرفنا كل حاجة. طبعا لو جالك ايرور او اي حاجة كلمني، ابعتلي على الخاص، اكتب لي في الكومنتات. لو عندك اي سؤال اكتب لي اي حاجة. ما تنساش اللايك والاشتراك. وان شاء الله دي تاني حلقة، في حلقات تانية جاية كتير هنفهم C# كله. انت مش محتاج اي كورس بره، انا هوفر عليك كل ده ان شاء الله. وشكرا ليكم ومع السلامة.